مصر العزة، مصر الكرامة، مصر 23 يوليو، مصر 10 من رمضان، مصر 6 من أكتوبر، مصر 25 يناير، مصر 30 يونيو، مصر التي لا تقبل الهزيمة أو الانكسار. عاد الأمل في مستقبل آمن، عاد الأمل مع نبرات الصوت الهادئة الواثقة، عاد الأمل عندما أكد في بيانه إن القوات المسلحة المصرية لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. الأمل عندما أكد في بيانه أيضا أن الشعب المصري العظيم لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به. تلك بعض من كلمات صادقة من أعماق القلب للسيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. تلك الكلمات التي تعادل في قوتها صدى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تلك الكلمات التي حطمت حواجز الخوف داخل نفوس أبناء شعب مصر العظيم بعد أن أصابه الإحباط والاكتئاب. إنه الجيش المصري الوطني العظيم الذي سطر في صفحات التاريخ الحديث صفحة جديدة مضيئة تضاف إلى رصيده الزاخر بالانتصارات، المليء بالفخر والعامر بالوطنية والتضحية والفداء. ويؤكد لنا التاريخ أن حضارات الأمم وتقدمها لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي نتيجة الإرادة الوطنية التي تسعى إلى تحقيق إنجازات حضارية وصياغة مستقبلها بإرادتها. لذا انحازت القوات المسلحة المصرية الباسلة لصوت الملايين من المصريين المطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وبعد أن حاولت القوات المسلحة المصرية بكل السبل وبذلت كل المحاولات للم الشمل والاتفاق على المصالحة الوطنية، ولم تكن هنالك استجابة لكل تلك المساعي الصادقة، حينئذ استجابت كعادتها دوما لمطالب الشعب وصوت الأمة بما يؤكد دائما نبل القصد